مراد هوساوي هوبو على طول في المرمى في المرمى في المرمى. بوتشو على تنفيذ الركنيه، يلعب الكره داخل منطقه الجزاء. الله الله الله، يصل الخليج لاهدافه، لرغباته، لطموحه، لوصول للدور السادس عشر من البطوله بالهدف الثاني. الهدف الثاني ياتي. الخليج في تمريره، شوف الانطلاقه وشوف السرعه، الان السرعه والتمريره الجميله للخليج، ممكن رابع ممكن عن طريق اليوناني ماسوراس، لكن الله على التمريره، التمريره من هوساوي جميله جميله جميله. شوف كيف مر، شوف كيف سيكون مسعجا لعمار العمار في هذه المباراه بكل تاكيد. اليوم يبدا بشكل اساسي، هو لاعب صغير في هنا في بطوله كاس الملك. القاب عديده وفرق عديده جدا حققت القاب وسنذكرها في قادم. ماذا يقصد المدرب بالدخول في بعض الأسئلة؟ يلعب الكرة خبراني، عادت لوسط الميدان، تمريرة سريعة جدا. ما بين الطائي والخليج عبر مواسم عديدة، كان في روشن لكن مرت على كل اللي خارج الميدان، وبالتالي عادت لنادي الخليج. سجل عبد الله السالم لدور ال 16 مبكرا، كان من امام العربي بعدما انتصر الاهلي 5-0 والاهلي اول الواصلين. بالامس شاهدتها ومدى قوتها ومدى مدى تاريخ هذه البطولة ومدى عراقة هذه البطولة، وهي أغلى الكؤوس في المملكة العربية السعودية. دونيس يعلم جيدا عند بطولة كأس الملك في 2015 تتحدث عن اللقاء التاريخي والجميل قدم لنا نادي النصر ونادي الهلال، لقاء جميل في ذلك النهائي الذي كان لصالح نادي الهلال في الجوهرة، كانت سعيدة في تحقيق اللقب. ممكن يسجل اسم لهذا الموسم، نسجل اسم نادي جديد، مهاجم الذي يتراجع مع كل الكرات العرضية ومع كل الكرات الثابتة لنادي الخليج. 1-0 في الدقيقة الأولى من مجريات هذا اللقاء. كرة ملعوبة سريعة، الكرة ملعوبة سريعة جدا فرصة ومبدأ الأفضلية من حكم اللقاء لنادي الخليج. تمريرة جميلة جميلة وصلت لنادي الخليج. الهدف الأخير كان قاتل بالنسبة للخليج، هدف الانتصار للقادسية، تصل لمرماه والأخطاء تكون متكررة لنادي الطائي. كرة ملعوبة هذا الملعب، لكن اليوم الخليج مختلف. 3-0 حتى الآن للخليج. الكرة في اليسار، صالح العمري من لمسة.